السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الوردان، وعاملين ايه؟ اهلا بكم في ملعب الورداني. على السريع اما اخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي والفارس الابيض نادي الزمالك. بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت ندعي لاخونا اللاعب احمد رفعت والوالدي وجميع امواتنا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وما ننساش ندعي لاخواتنا فلسطين ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الوردان وفضلا وليس امرا في ثانيه الا ثانيه اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا رزقكم حبايبي الوردان. وبنبدا بسم الله الرحمن الرحيم باهم اخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي. الاتحاد الدولي اعلن عن مواعيد بطوله الانتر كونتيننتال اللي بيشارك فيها بطل القاره النادي الاهلي اللي هو خير سفير لمصر في اكبر البطولات العالميه والمحافل الدوليه. النادي الاهلي اول ماتش ليه في بطوله الانتر كونتيننتال اللي هي بدل كاس العالم للانديه بنظامها القديم، ده غير كاس العالم للانديه بقى في 25 بنظامه الجديد 32 فريق، ده قصه ثانيه. اول ماتش للنادي الاهلي في بطوله الانتر كونتيننتال هيكون يوم 29/10. هيلاعب مين؟ ده يعتبر الدور ربع النهائي، يعني اللي هو الماتش الثاني من البطوله، ده يعتبر الدور ربع النهائي. هيلاعب مين؟ هيلاعب اللي هيفوز من الماتش الاولاني اللي هو يعتبر دور ال 16 اللي هيكون بين العين الاماراتي واوكلاند سيتي. يبقى كده اللي هيفوز بين العين الاماراتي واوكلاند سيتي هيلاعب الاهلي فين؟ هيلاعب الاهلي يوم 29/10 في الدور ربع النهائي. لو النادي الاهلي فاز وباذن الله النادي الاهلي يفوز هيروح السيمي فاينال، هيروح الدور قبل النهائي. هيلاعب مين؟ هيلاعب اللي هيفوز من بطل امريكا الجنوبيه اللي هو بطل ليبرتادوريس او بطل امريكا الشماليه اللي هو البطل الكونكاكاف اللي هو باتشوكا. يكسب النادي الاهلي اللي هيفوز بين بطل امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه يروح بقى يلاعب اللي هو بيجي على البطوله كده على طبق من دهب على طول، بيجي على النهائي اللي هو بطل دوري ابطال اوروبا ريال مدريد. وباذن الله النادي الاهلي يوصل لنهائي بطوله الانتر كونتيننتال ويواجه ريال مدريد. نيجي لموضوع عمر الساعي. بالنسبه للمفاوضات مع عمر الساعي مسؤول في نادي الاسماعيلي صرح وقال ان مفيش اي كلام ليه علاقه بال 60 مليون والاهلي ب 35 مليون و40 مليون، مفيش الكلام ده. مسؤولين بنادي الاسماعيلي طالبين 30 مليون جنيه في عمر الساعي، والنادي الاهلي عارض 25 مليون. النادي الاهلي عارض 25 مليون واثنين يروحوا اعاره، كريم نيدفيد ومحمود متولي، اعاره لمده موسم. الاسماعيلي قلنا قبل كده عندهم ازمه ماليه ومحتاجين سيوله ماليه كبيره. الاسماعيلي موافق ولكن مصمم على 30 مليون وهو اللي يختار الاثنين اللعيبه غير بقى ال 30 مليون اللي دفعوا عمر الساعي دول، هم الاثنين اللعيبه اللي هيروحوا نادي الاسماعيلي هو اللي هيختارهم. ده بالنسبه لعمر الساعي. نيجي لموضوع مفاوضات النادي الاهلي مع ثلاثي نادي زد. اداره نادي زد اعلنوا صراحه موافقين على انتقال مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي ومحمد اسماعيل. مارسيل كولر قاعد بقى هو اللي بيفاضل هو احتياجاته ايه، بس بنسبه كبيره واحد من الاثنين، واحد من مصطفى زيكو او عبد الرحمن البنوبي هيكون موجود في النادي الاهلي. وهنقول ليه، عشان يعوض غياب رحيل بيدو بدابيدو واحمد عبد القادر، وممكن كمان طاهر محمد طاهر يطلع اعاره. فممكن زيكو بنسبه 100% يا زيكو يا عبد الرحمن البنوبي هيكون موجود في النادي الاهلي عشان يدعم الناحيه الهجوميه، طبعا مع رضا سليم مع بيرسي تاو اللي لسه مش عارفين هيكمل ولا مش هيكمل، وعروض وكايزر شيفز ومش شيفز، ومع النينجا مستر سونيك حسين الشحات. وطبعا في الهجوم فرود وراس الحربه واسام ابو علي، ومع الفولت العالي كهروب محمود كهربا. بمناسبه الحديث عن المهاجم، النادي الاهلي قلنا قدامه قائمه كبيره جدا بتضم اسماء فراوده ورؤوس حربه على اعلى مستوى. لو بتتكلم في عمر فرج مهاجم اياك السويدي، ويوسف صالح يوسف سالتش مهاجم سيرياس السويدي، وفي عدي الدباغ، وفي ياسين النعيمات، وفي حسن عبد الكريم كوكيا، وفي محسن بوريكا، وفي حمزه اكمان، واسماء مهاجمين كتير جدا بيفاضل بينهم مارسيل كولر. عشان بس الناس اللي تقعد تقول اصل مش عارف ايه، الحكايه مش في كده. انت دلوقتي عندك يحيى عطيه الله، ولو اشرف داري جه المغربي ادي كده 2، وانت كده اصلا عندك رضا سليم وعندك بيرسي تاو ادي كده 4. لو جبت محمد علي بن رمضان يبقى عندك 5 لاعبين اجانب. هتجيب منين تاني مهاجم اجنبي؟ فخلاص الاهلي لازم كده لو هيدعم بمهاجم مع وسام ابو علي والفولت العالي كهروب محمود كهربا، يا اما هيكون لاعب محلي من الدوري المصري لاعب مصري، يا اما لاعب زي ما حصل مع وسام ابو علي كده
لاعب بيحمل الجنسيه الفلسطينيه اللي بتسمح للنادي الاهلي ان هو يأيده لاعب محلي. نيجي لاخر اخبار واستعداد الفارس الابيض نادي الزمالك. نادي الزمالك داخل فيه مفاوضات بفاضل بين 3 في مركز الباك شمال، دخل في مفاوضات جديده مع سانت إتيان الفرنسي للتعاقد مع محمود بنتايج المغربي اللي عنده 24 سنه واللي كان بيشارك قبل كده مع فريق الرجاء ظهير صاروخي. بيفاضل بين محمود بنتايج المغربي ومحمد حمدي باك شمال انبي وجوناثان باك شمال مودرن سبورت. لحد دلوقتي المفاوضات معاه بشكل كبير هو محمود بنتايج باك شمال سانت إتيان الفرنسي. وطبعا لو جه نادي الزمالك هيكون اضافه قويه جدا، ده انت محتاج كمان معاه تدعم بباك شمال كمان، غير ده لو غير محمود بنتايج جه نادي الزمالك. نيجي لازمه سيف الدين الجزيري والايميل اللي بعته سيف الدين الجزيري للمسؤولين بنادي الزمالك، وانه زعلان بسبب ان المسؤولين بنادي الزمالك ما بعتلوش التاشيره عشان يرجع من الاجازه عشان يشارك في التدريبات الجماعيه ويستعد تاني للموسم الجديد مع الفريق والقياسات البدنيه اللي بيعملها اللعيبه دلوقتي في نادي الزمالك. المسؤولين بنادي الزمالك برروا ده ان حصل تغيير للسفير المصري في تونس وده اللي مأخر التأشيرة. ده مش السبب الاساسي كمان، السبب الاساسي ان سيف الدين الجزيري ليه مستحقات 6 شهور متاخرين، هو ده السبب الاساسي، وكان طالب بيهم قبل كده من 10 ايام وفاضل 5 ايام ومش عارف ايه، ولو ما سددناش هيفسخ التعاقد واحنا اصلا على اخرنا واللي فينا مكفينا ومش ناقصين حرفيا. ما علينا، ده غير بقى ان احنا لسه القيد ما اتحلش بسبب مساعدي فيريرا روي اجواش ومش عارف ايه. ما علينا، احمد حسام مدافع الجونه على رادار نادي الزمالك، لان طبعا انت بتعاني في الدفاع في خط الظهر، عندك في بلاوي وكوارث، الزناري وحسام عبد المجيد طبعا واحمد مجدي، مفيش غير المسلوسي، وطبعا الونش لسه راجع من الاصابه ولسه هيبدا يشارك. ففي كلام على احمد حسام مدافع الجونه وكلام على محمد اسماعيل مدافع زد. كده حسام اشرف وماجد هاني خلاص هيكونوا في نادي الزمالك خلاص بعد ما فتره اعارتهم انتهت مع فريق بلديه المحله، هيكونوا موجودين مع نادي الزمالك وخضعوا للقياسات البدنيه اللي بيعملها لعيبه نادي الزمالك دلوقتي. واحمد حمدي نجم نادي الزمالك دلوقتي في الامارات بيعمل المرحله الثانيه من البرنامج التاهيلي للتعافي من اصابه الرباط الصليبي اللي جات له في ماتش نهضه بركان، ماتش العوده بطوله الكونفدراليه اللي توج بيها نادي الزمالك. بنتمنى له الشفاء العاجل وكل لاعبنا المصابين باذن الله، وباذن الله يتعافى سريعا ويقدر يرجع للمشاركه مع نادي الزمالك في اقرب وقت. حبايبي اخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش دعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل اللي بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.